السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية، وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. قضية اليوم اللي كتدور الأحداث ديالها في مدينة مراكش، وبالضبط في عام 2006. مدينة مراكش كما كتعرفوا هي بلاصة السياح اللي كيجيو ليها النصارى بزاف، كتعجبهم. هاد النصراني كان كيتردد على، اولا كنقولوا كيجي على مدينة مراكش بزاف، هو ومراته، وكانت كتعجبو مدينة مراكش بزاف. كان مولوع بها، كيهبط كل خطرة لمدينة مراكش. المهم واحد الوقت قال لمرتو: انا قررت، اللي بالطبع مرتو تاهي نصرانية، قال لي انا قررت غادي نمشي نسكن في مدينة مراكش في المغرب. هو كان فرنساوي، كانوا عايشين في فرنسا. قال لي قررت نمشي للمغرب ونعيش في مدينة مراكش. قالت لي كيفاش الوليدات؟ قال لي ها غندير ليه منطقة، لحقاش ولادو كانوا باقيين كيقراو، وهو قال لي غادي ندير شي حاجة تما استثمار وغادي نعيش تما. المرأة حتى هي عجبت الفكرة وحكمت هي باغا مراكش، واللي بقاو كيمشيو لفرنسا، بقاو خطرة خطرة كيمشيو لفرنسا، حيت عندهم اهلهم تما وحبابهم وعائلتهم كيمشيو وبلادهم هذيك. المهم من جاو المرأة استقروا هنا عايشين، الوليدات كيقراو، هو تا هو دار استثمار وعاد خدام مزيان، ومعاه عندو الفلوس، بعدا عايش بخير وعلى خير، عندو الفلوس. المهم كان لاباس عليه بعدا. المهم دار استثمار وبدا خدام مدينة مراكش، وكيدير داك الشيء تاع الاستثمار وخدام مزيان وداك الشيء، ووليداتو كيقراو، والمدام ديالو حتى هي كاينه معاه هنايا. واللي واحد الوقت عادوا على اختلاف هو والمرأة، هو ومرتو اللي هي نصرانيه، عاد هو وهي على اختلاف وما بقاوش كما كانوا مقادين وداك الشيء. عادوا دائما كيختلفوا في الرأي او كيتناقشوا. او واحد الوقت قالت لي المرأة: شوف، حنا ما بقيناش فاهمين، اخيار نتفارقوا. المهم قرروا يتفارقوا، والمرأة تهزت وليداتها من تمايا ودارت انتقال لوليداتها المدينة الدار البيضاء، وجابت وليداتها تاني اللي قراو تما. قالت لي غادي نمشي لمدينة الدار البيضاء، قالت لي كاع المدينة اللي فيها انت غنخليها لك كما نقولوا حنا، وغادي نمشي لمدينة الدار البيضاء بينا كملت الطلاق ديالي، وغادي نرجع لفرنسا، ندي ولادي ونرجع لفرنسا. المهم هو بقى تما، عنده واحد الفيلا عايش فيها، بقى تمايا. والراجل كان قريب ل60 في عمره، بقى عايش تما في مراكش، والمراه بقات عايشه في مدينه الدار البيضاء. بقى الراجل تما، الراجل معاه كانوا عنده الوليدات والمراه، وبقى عايش بوحدو ديك الفيلا. عاد دايما كيتشكى من الامراض، دايما ضراني هادي ما ضراني هادي، دايما عاد كيمشي على الطبيب بزاف، دايما هو ماشي على الطبيب. دايما كان مشى عند واحد الطبيب تما في مدينه مراكش، دوز عنده، وكانت لقى واحد البنت تما اللي هي كيما نقولوا تارت الانتباه ديالو. بنت اللي هي باقا صغيره وخدامه مع الطبيب تمايا، وكاينين هذاك الطبيب خدامين مع بنات اخرين. المهم بقى يشوف فيها وعجباتو، بقى كيما نقولوا نظرات ديال الاعجاب، بقى هكاك. وبقى يرجع خطره خطره على الطبيب على قبالة الكونترول وعلى قبالة الدواء اللي خادمه عنده، ولي البنت عجباتو. وواحد الخطره من هذوك الخطرات عطاها النمره ديالو، وقال لها نهضروا مع بعضياتنا. المهم نبقاو نهضروا مع بعضياتنا، وكل بغيت شي حاجه نسول عليها ديال الدواء نسولك انت وانت تقولي للطبيب. فعلا خدت النمره من عنده وعطاتو حتى هي النمره، وعادوا كيهضروا مع بعضياتهم. ويلي واحد النهار قال لها بغينا نتلاقاو. فعلا تلاقات معاه البنت، من تلاقات معاه قال لها: شوفي، جلسوا في القهوه. المهم قال لها: شوفي غنقول لك من الاخر، قال لها: انت عجبتيني،
عجبتيني، وانا عندي المدام ديالي وعندي وليداتي، ولي المدام خارجه وحنايا واقفين على الطلاق، غادي نطلق المراه وغادي نتزوج بك، تعجبتيني. قالت لي هي، قال لي واش انت ما عندك حتى شي زعما علاقه مع شي حد، ما مرتبطاش ما؟ قالت لي لا. قال لها انا مهم عجبتيني. قال لها منين انت زعما؟ قالت لي، قال لها واش من مدينه مراكش هنا؟ البنت كانت قاريه وكتهضر معاه بالفرنسي، وهو تا هو كان كيهضر معاه بالفرنسي. قالت ليه انا ماشي من مدينه مراكش، انا من الريف، انا من الريف اللي كنتي تسمع بالحوسيمه. قالت لي انا من الحوسيمه، من نواحي الريف. المهم قال لي راك عجبتيني. المهم بقاو كيتلاقاو، خطره كيتلاقاو. ولا واحد الخطره قال لي شوفي، انا راه قررت باش غادي نسهل الطلاق ديالي، انا راه صافي رفعت دعوه الطلاق، حنا متفقه انا والمدام ديالي، حتى هي باغا الطلاق، ولي انا رفعت دعوه الطلاق وصافي غادي نتفارقوا وغادي ناخذك. قالت لي من انت قررتي تاخذني، خليني انا نحكي لك شي حوايج كاينين في الحياه ديالي، هذيك الساعه عجبوك تبارك الله، ما عجبوكش كل يزيد على طريقه، كما نقولوا كل يزيد على حاله. قالت ليه انا الوالده ديالي كانت انا وياها والوالد، الوالد توفى والوالده حتى هي مرضت من بعد وحتى هي توفات، كانت مرضات وتوفات. بقيت انا وواحد اختي اللي هي كانت مجوجه وكانت كتجي عندي بحال هكايا خطره، وخويا. قالت لي اختي اللي هي سميتها امينه، قالت لي اختي امينه كانت والده مع هذاك الراجل جوج وليدات وعايشه هي وياه بخير وعلى خير، واللي واحد الخطره خلات الوليدات معايا وكانت سافرت هي وراجلها عند احبابه وعند اهله الراجلها. قالت لي مشات واللي في الطريق وقعت لهم كسيده وماتت هي والراجل ديالها. الوليدات كانت خلاتهم معايا، ومن هذاك الوقت وانا مكفله بهاد الوليدات، انا اللي كنوكلهم ونشربهم، وانا اللي كنقريهم، وانا اللي قايمه بكل شيء بيهم، حك وليدات اختي وما نقدرش نفرط فيهم. زائد خويا اللي قلت لك كنت بقيت عايشه انا وياه. خويا من ماتت الوالده وما كاينش بزاف باش ماتت الوالده وماتت اختي في كسيده، خويا كان كيما نقولوا حنا كتغلب عليه العاطفه بزاف، مرض وعاد عنده مرض نفساني، كيما نقولوا عاد شويه مدايخ في راسه، وعايش معايا حتى هو مكفله ليه بالدواء ديالو وبالعيشه ديالو كل شيء. اي بعض الخطرات من كيكون دماغه هو هذاك راه كيمشي يخدم، واللي من يكون شويه عيان في دماغه كيكون جالس في الدار. هذا خويا انا اللي قايمه به بكل شيء، وقايمه بكل شيء لولاد اختي، انا اللي خدامه عليهم وانا اللي هازاهم. قالت ليه خويا لدرجه دابا حكم مسكين مخلخل شويه، شي خطره كيعود يدخل ويخرج في الهضره، تيعود يقول لي انت راه ماشي اختي، انت راك مراتي وهادو راهم ولادي، انت راك مرتي وهادو راه ولادي. قالت لي كيتهيئ لي بحال هكا كيقول فمو. ولي قالت لي خويا شي خطره تشوفو راه كيكون بحال بعقله. وخويا راه قالت لي في شكل، قالت لي دابا بحال كيتهيئ لي انا راه مراته وانا راه اختو، هادشي اللي كاين في الحياه ديالي، وانا ولاد اختي ما نقدرش نتخلى عليهم، زيد خويا ما نقدرش نتخلى عليه. قال لي ما كاين حتى مشكل، هي هذا الرجل النصر اللي هو سميتو بوغلال بالعكس، هذا قال لها انت باقا صغيره كيما هكا وتبارك الله انيقه، وهي كانت من ناحيه الشمال وزوينه، من ناحيه الحسيمه وزوينه. قال لها انت زوينه هكا وباقا شابه وقايمه كاع بتهزه، خدامه على خوك وعلى ولاد اختك وما فرطتيش فيهم، بالعكس كيقولها بالفرنسي. قال لها عاد زادت القيمه ديالك عندي. قالت لي ونزيدك انا واخا خدامه دابا
ممرضة عند هذا الطبيب، هي خدامة ممرضة، وبحال نقولو مشى يدوز في كنينين. قالت لي واخا خدامة ممرضة انا راه باقا كنقرا، وباقا باغا نكمل قرايتي، وكنقرا داكشي ديال الطب، وباقا باغا نكمل قرايتي. هاد النصراني اللي هو سميتو بوغلال عاد زاد تعلق بيا بزاف. قال شو البنت هازه ولاد ختها وهازه خوها اللي هو مريض، وبركه كتكمل قرايتها وخدامه عليهم، تعلق بها بزاف. قال عندها طموح وزعما وعجباتها. المهم بقى هو وياها بحال هكا. وعلاش قال لها؟ قال لها المهم نكمل الطلاق غادي نتزوجها. قالت لي ولا عليها ان شاء الله. المهم بقات هكاك. ولي هاد البنت اللي هي سميتها لبنى قالت ليه انا ماشي عندي، ما عنديش مشكل دابا نعاود نمشي عندك، سمع الفيلا ديالك ماشي مشكل. فعلا عاد كتمشي عندو للفيلا، وعاد شي ليله كتبات عنده في الفيلا، تبات معاه. وكاين بعض الخطرات تبات حتى يومين 3 ايام، تقول ليه بحال بنهار تقول لي انا من غنجي عندك عشيه للفيلا راه غادي نمشي نشوف ولاد اختي ونشوف اش خاصهم ونجي. كان ولاد اختها بنيه ووليد، كنشوف بنت اختي وولد اختي اش بغاو، ونشوف خويا واش خاصو شي دواء ولا خاصها شي حاجه، وغادي نجي عندك ونبات عندك. فعلا كتجي عندو الفيلا وتبات عنده. هذيك الساعه باقي هما ما مجوجين ما والو. هو المراه اللي النصرانيه وقلت لكم جات المدينه الدار البيضاء باقي ما كملش الطلاق ديالها، باقي ما طلقتش. المهم كانت تمشي تبات عنده. هو كان كيطير بالفرحه بها، وكانت عاجباه. كان يعاد يعطيها الفلوس، وعاد كيعاونها على الوليدات، كيعطيها كيقولها شري الوليدات اللي هما ولاد اختك، شوفي خوك اش خاصو شري ليه. وهي بدورها جابته وعرفاتو على البنيه والوليد اللي هما ولاد اختها، وعرفاتو حتى على خوها زعما المريض، خوها المريض. المهم بقات هكاك. من بقات هكاك قالت لي شوف، نهار الاول ما بغات تجيبو عند ولاد اختها وعند خوها، قالت لي شوف خويا ما غندخلك ما غتدخل وتشوفو، ما غتلقاو تما الا تقولش ليه راك انت زعما عاشقني وباغيني يتزوج بيا. لا، قالت لي دير غتقول ليه انا على الصديق ديالها، وانا راه غنشرح لخويا حق خويا كتجي ديك النوبه الا قلتي ليه انا باغي ناخذها، حق هو دايرني بحال الخطات كيقول لي انت مراتي وهادو ولادي على ولاد اختو. الا قلتي ليه هكا تقدر تجي النوبه والعالم الله كيفاش يتصرف معانا. وقدامه ما تقولش لي حبيبتي، وما تقولش لي وما تبينش ليه، ما تقولش لي والو، وما تبينش لي داك الشيء الرومانسيه، ما تلوحش يدك على كتفيه، ما تعمقنيش قدامه المهم قال لي واخا. حك هو حكات لي على خويا، قالت لي خويا مريض، تفاهم الامر زعما صافي. من جا معاها خوها قالت لي سميتو صلاح، واللي هو دائما كيقول لك انا سميتي احمد. هو دائما عند سميتو صالح ويقول لك انا سميتي احمد، هو باغي بحال هكا. المهم مشى مع هذاك النصراني كما قلت لكم تعرفوا على الولاد، لقى خوها سلم عليه وقال ليه انا سميتي احمد. قال لي انا سميتي احمد، زعما عيط لي سميتي احمد. المهم داك النصراني تفهم وقال حق قالت ليه راه مريض وكيدخل يخرج في الخطره في الهضره، عفوا في الهضره ديالو. المهم تفهموا وبقات الامور هكاك. وبقات لبنى كتمشي لعند هاد النصراني الفيلا ديالو، وبقات الامور غادي هكاك. واحد الخطره قال لي هكا، قالت لي علاش بغيت تطلق مراتك؟ قال لي انا مراتي الحاجه الوحيده اميتي الوحيده باغي نشري يخت ونتسارى به الدول كلها. ولا مراتي ملي كتقول لي باغي نشري يخت كانت تقول لي لا ما عندنا نديرو باليخت وفلوس ديالنا نوفرو ونخبيوها. وكان دائما دائما انا وياه على اختلاف على هذا اليخت. وانا اميتي نشري شي يخت اللي يكون واعر ونتسارى به الدول كلها، باغي ندوز حياتي اللي باقي ليا. المهم قالت ليه
من قال لي يا اخت هي ديك لبنى فرحات، وقال لها النيت باغي نشريه دابا، والنيت عندي فلوسو باغي نشريه دابا. قالت ليه مزيان. قال لها اشنو تي رايك؟ قالت لي انا بالعكس، انا نبغيك تشري يخت، وتانا النيت ما تساريتش وما ما تساريت ولو حياتي كلها دوزتها في كنقولوا في كما نقولوا حنا بالمغربيه في تماره وفي العذاب، ومع الولي مع ولاد اختي ومع خويا. انا نبغي نتسارى ونبغي ندور. فعلا عاد كيمشي هو لبنى بوغلال ولبنى، عادو كيمشيو وكيشوفوا البلاصه اللي فيها البلاصه هي اللي يبيعوا فيها اليخت، وكيشوف وكيقول هذا زوين هذا صغير هذا كبير هو وياها. وواحد الخطره عجبو واحد الخت واحد اليخت عفوا واحد اليخت، وهي قالت لي لا ما عجبنيش، لا قالت لي هو لا ما عجبنيش، خاص شي يخت اللي زوين خير من هكا وهذه، وهو عجبو. ومن زادت هي دو مع مول اليخت وقال ليه راه غادي نرجع عندك وغادي ناخذو. المهم عاد نشد بخاطره وغادي نرجع وناخذو من بعد. المهم بقات هكا الامور غادا، وكان باقي ما خادوش. وواحد الخطره اللي هو كرا واحد لوطيل اللي هو فاخر مزيان في مدينه تطوان، وقال لي شوفي راه غادي نسافروا ان شاء الله انا وياك، ودي خوك ودي ولاد اختك، نخرجوهم شويه مساكن ونخرجوا تحنا ونفوجوا على نفسنا شويه. قالت لي واخا. واللي ما دازتش تمعت يومين و 3 ايام قبل ما يسافروا كان مرض بوغلال، كان مرض بنزله البرد، وكان مرض مزيان. وهي لبنى عاد كتمشي قابلاه ليل النهار، كتمشي تفاقد الدار ديالهم اللي هما ولادختها وخوها، وكترجع عاد هذاك بوغلال مقابله في الفيلا ديالو. وكان نيت مشى دوز على الطبيب اللي هي خدامه معاه، وعاد مقابلاه ليل نهار، وكتمشي للخدمه ديالها. خدت هذيك الايام اللي مات خدت كونجي من عند الطبيب ديالها، قالت لي انا باغا كونجي. كانت تسالو الكونجي وخدته وبركت مع بوغلال، جلست مع بوغلال في في سميتو الفيلا ومقابله. واللي بوغلال من بدا يتوقد شويه قال لها شوفي لبنى انا ما نقدرش نسافر باقي عيان شويه، وانا كريت لوطيل والفلوس سبقتهم من اللوطيل، غادي دوك الفلوس كلهم غادي يمشيو لينا الا ما سافرتيش. غتاخدي ولاد اختك وخوك وغادي تمشي تسافري تي وياهم ودوزو شي ما تم، ومن ترجعي ان شاء الله غتسيبيني درت لاباس. لبنى قالت لي لا ما نخليكش وحدك وانت مريض ونزلت البرد دافك وانت مريض عيان، ما نخليكش بوحدك، وانا مقابلك وعارفه لك الدواء ديالك وداك الشيء، ما خصنيش نمشي. قال لها سمعي الهضره وسيري ما تخافيش عليا، انا الدواء ديالي راه نشربو بوحدي ورانا عاد كنوض عاد كندور عاد كل شيء، انا ما غاش نقدر على السفر. قال لها خذي ولاد اختك وخذي خوك وسيري سافري. عطاها الطوموبيل، عطاها السوار تاع الطوموبيل وعطاها الورق ديال الطوموبيل وقال لها سير. قال لها ان شاء الله من بعد غادي نشريك طوموبيل راسك. المهم كانت هي مدوزه البيرمي، فعلا سافرات دات ولاد اختها ومشات. المهم سافرات وجلست في داك الوطيل، عطاها باش تدور، عطاها باش تشري، عطاها باش تاكل وتشرب، عطاها تبرع مع راسها. المهم مشات من داز كان دوي في الليل، كدوي معاه في التليفون، كدوي معاه كتبقى تهضر معاه وصافي. والليل من داز شي 4 ايام ما تلاش جاوبها، وهي تقلقت وقالت كيفاش بوغلال ما بقاش جاوبني، لا خصني نرجع. فعلا دوزت شي 4 ايام 5 ايام ورجعت حطت ولادها عفوا ولاد اختها حطتهم في دارها، في الدار اللي ساكنين فيها فين كاين خوها وكل شيء، وجات لعند بوغلال. كتدق في الفيلا ديالو والو لا من مجيب. سولت العساس
اللي هو كاين تما ديال داك الجارديني وداك الشيء. قال لها جارديني دايرين جارديني وكاين في نفس الوقت كيكون حساس. قال لها ما شفتوش، ما بانش ليا، انا راه كنسحب مسافر معاكم. المهم بقات كتدق والو ما جاوب حتى حد. توجهت لعند البوليس، قالوا البوليس اش تي هذا اش كيجيك؟ قالت لهم هذا الصديق ديالي، انا خدامه ممرضه في واحد الكلينيك وهو دوز فيه، كان عيان ودوز وعد من تما بقينا اصدقاء. وفين ما كيكون مريض ولا شي حاجه بزاف كنجيو كنجلس معاه في الفيلا وكنقابلو اللي تا كيصح وكنمشي بحالي. واللي دابا من عندنا اصدقاء مزيان هو اللي عيط ليا وقال لي جي خذي الطوموبيل ديالي، رانا كريت في واحد لوطيل كنت غنسافر انا وياك وعندي وليدات اختي. واللي من عيا هو كان عيان مريض بنزلات البرد، قال لي سيري سافري انت وولاد اختك بوحدك. مشيت سافرت وكنت كنهضر معاه بالتليفون. واللي من رجعت من شتو ما هضرش معاه تلاش هضر معايا واحد من البارح لهنا، تشوشت عليه ورجعت. قالوا لي البوليس يقدر يكون خارج من الفيلا، يقدر يكون ناعس. قالت لهم لا، هو ما عنده فين كيمشي، راجل شويه كبير مقدم في السن، ما يمكنش وفي كتاريا الليل ما كيخرجش فيه. وانا مشيت دقيت البارح تعييت وما جاوبنيش، واليوم دقيت تعييت ما جاوبنيش، وما يمكنش ليا، خصكم تخرجوا معاه. فعلا البوليس خرجوا معاه، جاو للفيلا. واللي من جاو للفيلا من قربوا لباب الفيلا، دخلوا من باب الجردة وقربوا لباب الفيلا، لحقوا لباب الفيلا البوليس كيدير بحال هكا الوجه كيحطوا على باب الفيلا كيشم واحد ريحه الشياط، بحال ريحه شي دخان مطفي، بحال هكا. المهم البوليس عياو يدقوا عياو والو ما جاوبهم حتى حد. قال لهم اذا الراجل وقع ليه شي حاجه. البوليس اتصلوا باش ياخذوا اذن من النيابه العامه، خذوا الاذن باش يفرعوا الباب تاع الفيلا ويدخلوا. فعلا فرعوا الباب في الفيلا ودخلوا. من دخلوا للفيلا كيقلبوا بحال هكا في الفيلا، واللي هي قالت لهم بيت النعاس اللي كينعس فيه. قالت البوليس راه بيت النعاس، ها هو بيت النعاس، وجهتهم لبيت النعاس ديالها. من دخلوا لبيت النعاس كيلقاو الراجل فوق الناموسيه، واللي الراجل فحم كيما نقولوا حمومه، محروق كله. هي دخلت كيما قشعاتو، كيما شافتو طاحت تغوت وتخبط في وجهها وكتقول لي يا قلتها لك، قلت لك غتبقى دير هكا تعود ميت بحال هكا بالعافيه، انا شحال تبريت منك وما سمعتيش الكلام، انا هذه. ونهارت وكتغوت وكتضرب في شعرها تجر في شعرها البوليس عادو كيهديو فيها، الا لا سكتي، الا لا سكتي، الا لا سكتي. المهم البوليس من عيطوا الشرطه العلميه وجات الشرطه العلميه وقالوا للبنت قولي لينا كيفاش اش كيجيك وكيفاش. قالت لهم انا الصديق ديالي، انا قالت لهم الصديق ديالي الروح ديالي، انا هذا هو الروح ديالي انا، وكنت مقرره بينا غادي نتزوج انا وياه. كنت مقرره بينا غادي نتزوج انا وياه. قال لي نكمل الطلاق ديال مرتي ونتزوج انا وياك. هذاك الشيء عاد كنعشقه وكنبغيه. ودابا شوف وقع ليه، وانا عيد نتبرى منه، وانا عيد كنقول ليه لا، وانا عيد كنحذروا من هذا الشيء اللي كان يدير. قال شنو كان يدير؟ قالت لي هو من مرض، من خرجت مع عندو المره الاولى ومشاو الوليدات اكتئب، عاد عنده اكتئاب وعاد ما كيجيش النعاس، عاد متبع كيمشي على الطبيب ديالي اللي انا خدامه معاه وعاد طب اخرين وكيخرجوا ليه دوات الاكتئاب. كيشرب دوات الاكتئاب ودوات النعاس، الطبيب داك الحبوب ديال النعاس. وكان كيقول لي ما تشعليش عليا الضو راه كيطير عليا النعاس. كان كيشعل شمعه ويحطها في حدا الناموسيه، في الكوافوز اللي حدا الناموسيه. كنقول لي الشمعه تما راه خطر، علاش ما ديرش واحد الدويه اللي هي تكون صغيره وتكون تبين لك الضو باهت. تيقول لي لا، انا دوك الدواء كلهم كيطيروا عليا النعاس. الشمعه اللي كتعجبني وكتجيب لي النعاس كنبقى شاده مشعله هكا
وكتجيب لي النعاس حتى كيقرب يديني النعاس وكنطفيها نفخ عليها نطفيها. المهم فعلا الشرطه العلميه كانوا كيقلبوا في جنابو صابوا واحد الشميعه اللي هي صغيره وطايحه على ليزار اللي ناعس عليه، ولي الراجل صابوه محروق هو، ولي زور اللي فوق الناموسيه ما محروقينش، لي زور اللي ناعس عليهم ما محروقينش، محروق هو بوحده. كيفاش؟ ما فهموش البوليس. خاصة الا كانت الشمعة شعلت خاصها تشعل في لي زور اللي في الناموسية وتشعل في الناموسية وتشعل فيه هو وتشعل في كل شيء. لا، هو محروق هو محروق هو واحد الطرف اللي ديال نقولوا إزار أو لا مالطة، واحد طريف صغير شوية. المهم الشرطة العلمية دارت خدمتها وهزو السيد للتشريح مستودع الأموات. مشى السيد هزاتو لابيلانس وداوه واخا هكاك محروق وميت. المهم الطبيب من شافو محروق والبنت حكات ليهم بين كيشعل الشماع وصابوا الشمعة النيت حداه، الطبيب ديال التشريح ما دققش، دار عاق تشريح ديال المعده قال يكون واكل شي حاجه او هادي، صابوا بينا كياخد الحبوب ديال المنوم باش ينعس، والنيت البوليس صابوا النيت في الكوافوز ديالو، صابوا بينا كاين ثاني ديال الاكتئاب وكاين الدواء ديال النعاس وداك الشيء، وقالوا للبنت كلامها صحيح. وتا الطبيب ديال التشريح خرج ما عنده حتى حاجه في المعده ديالو، حتى حاجه ما كاينه والو. ولي الطبيب ديال التشريح بقى كيقول ما عنده، المهم زعما ما واكل والو، المهم مات بهذا الحرق، هذا الحريق اللي فيه، هذا الحريق اللي فيه هو اللي مات به. المهم تعطى اذن بالسيد يتدفن، والقضيه بينا حريق السيد تحرق مات بالحريق. المهم الزوجه ديالو اللي هي كانت باقا ما طلقاش حتى هي مشات هي وولادو وحضروا للدفين وحضروا لداك الشيء، ويلي ما دازتش حتى يومين 3 ايام من ورا الدفين ديالو اللي كيجي المحامي ديال بوغلال وجا عند الزوجه ديالو اللي هي الاولى، اي ما الاخرى كانت باقا ما تزوجش بها، جا عندها وقال لها شوفي راه بوغلال حاط واحد المبلغ ديال الفلوس اللي حاطو لك في سميتك وخاصك تمشي تسحبيه كما نقولوا، من حقك خاصك تمشي تسحبيه. الزوجه ديالو اللي كانت باقيه يلاه مرفوعه دعوه الطلاق وباقي ما كملش الطلاق فعلا مشات وصابته بين حاط الفلوس في سميتها النيت واحد المبلغ اللي لا باس به، قالت لي انا ما عرفتش، قالت للمحامي انا ما عرفتش كيفاش تحط هاد الفلوس في اسمي وحنا واقفين على الطلاق. قال لي ابو غلال كان كيبغي وليداته وما اتفقت من خرجتي نتيا، هو ما رضاش باش غادي يطلبك ويرجعك للدار الفيلا ديالو، وهو كان حريص على وليداته وكان حاط هذا المبلغ باش يخلي ليهم باش يعيشوا. زيد قال لي راه شتي من خرجتي دائما كان كيصيفط لك المبالغ الفلوس باش تعيشي تي والوليدات. المهم المراه قالت ليه ما يمكنش، قالت ليه الفلوس يخليهم ليا في سميتي ولا، قال لي لا خلاهم لك في سميتك وانت شتيهم بعينك. ويلي المراه بقات شاكه في الموت ديالو، قالت لي انا بوغلال كان بكري كيخاف من اي حاجه، البوطه اللي شعلتيها كيقولك حدي معاها، وكيفاش غادي يدير الشمعه ويشعلها في الكوافوز ويخليها تحرق، هادشي ما دخلش ليا العقل. وليد المراه كانت باقا في العصمه ديالو، عقبت طلبت من جديد، وقفات ودارت دعوه وقالت ليهم كنطلب من جديد يخرج الراجل ويتعاود ليه التشريح ديالو. الراجل ما ميتش هكاك، ما ميتش بحال هكاك بالحريق، شي حد قتله. عرفتي المحكمه قالوا لي علاش ما طالبتيش هذا الشيء بالمره الاولى قبل ما يتدفن ومن كان باقي هنايا. قالت ليهم انا كنطالب دابا بالتشريح ومن حقي نطالب بالتشريح. قالت لي محك بوغلال كان عنده واحد المبلغ الفلوس اللي لا باس به،
وكان باغي يشري به يخت من باغي يشري به يخت. كان هو الحلم ديالو هو يشري يخت. هاد اليخت هو اللي كان اختلاف بيني وبينه، هكا تقول لي لا ما خصكش تشريه. وهو علاش خرجت انا من الفيلا وكنت باغا نطلق ونرجع لفرنسا. ولي دوك الفلوس، داك المبلغ اللي كان حاط في البنك، من مشيت سولت عليه قالوا لي هو ما بقاش هذاك المبلغ في سميتو، حطوه في سمية شي بنت اخرى، شي بنت اللي حط في سميتها داك المبلغ كله. وبوغلال ما يمكنش كيطيق في شي حد ويحط المبلغ ديال الفلوس في سميت شي حد اخر. وهو قالوا لي في البنك بينا حول المبلغ لسمية واحد البنت اخرى. انا كنقول هاد البنت واقيلا هي اللي قتلاته. المهم بنت لبنى عيطوا ليها وعضوا فيها باش حكيه، كانت تقول لهم انا كنجلس معاه في الفيلا ونقابله. المهم قالوا ليها بوغلال كتب لك شي مبلغ تاع الفلوس سميتك. قالت لهم هي حقوا لهم في سميتي. قالوا ليها علاش؟ قالت لي حاك هو كان باغي يطلق مرته، وغادي من غادي نبداو نوقفوا في المحكمه على الطلاق تقدر تقول لهم عنده واحد المبلغ الفلوس. وحنا عندنا في فرنسا الا كان الحكم بحال في فرنسا، حنا اي حاجه عندنا في فرنسا كتقسم انت والمراه سواسيين. اي فلوس عندك، وانا هذوك الفلوس باغي نشريهم يخت وما باغيش نعطيها منهم، حولهم لي في سميتي. وكان فعلا كيبري على يخت. وقالت لهم كاين السيد اللي مشينا عنده وكان بغى يشري من عنده اليخت. فعلا مشاو للسيد اللي كان بغى يشري من عنده يخت، وقال لهم فعلا جا هو وهاد البنت وكان بغى يشري يخت. وهي حكست ليه قالت لي ما عجبنيش، وتمن زادت هي كاع بدات غاديه سابقاه. رجع عنده وقال لي راه غادي نرجع ناخذ اليخت، ها غادي نطيب لها خاطرها وغادي نرجع ناخذ اليخت. وزاد في حاله ولي من تما متليش شتو. المهم البوليس قالوا لي وكيفاش تعرفك وحول لك كاع هاد المبالغ تاع الفلوس في سميتك. قالت لهم انا قلت لكم السبب خاف مرتو تقسم مع داك الشيء وما غاش يشري اليخت. مرتو طالبات بين السيد يخرج ويدار ليه التشريح عاوتاني. ووليداتو هذيك الساعه كانوا شويه ما هما كبار ما هما صغار، حتى هما كيطالبوا بهم وتعاود ليه التشريح. عاد زايد فاميلتو اللي جات هودت من فرنسا، الفاميله ديال بوغلال اللي هودت من فرنسا، وتا هما طالبوا بالحق ديال خوهم، خوتو وكل شيء طالبوا بالحق ديال خوهم بين يتعاود ليه التشريح. خوتو هودوا من فرنسا. فعلا مع الدعوه داك الشيء فعلا تعاود جبدوا بوغلال من القبر. ولي قبل ما يجبدوه لبنى من سمعاتهم غادي يجبدوا تعطى الامر بين يتجبد بوغلال من القبر، كانت عيطت لواحد المحامي اللي هي كانت دايره المراه الاولى اللي هي كانت مرته اللي والده مع الوليدات. عيطت لي وقالت لي علاش بغيت تعذبوا هذاك الراجل مات محروق وغادي تجبدوه ثاني من قبره وما تخليوش تا ينعس بالسلام في الروضه ديالو في القبر ديالو. حشومه عليكم هادشي اللي كديروا فيه. هو اللي المحامي قال لي انا كنفذ الوصيه ديال مراته ومن حقها وباقا مراته، حق ما كملش الطلاق باقا مراته. المهم تجبد بوغلال وتعاود ليه التشريح، والطبيب دقق في التشريح مزيان. واللي الطبيب غادي يفاجئهم بواحد القضيه، غادي يقول لهم بوغلال ميت قبل ما يتحرق بجد شي ساعه باش ميت قبل ما يتحرق. حاك بوغلال من درت ليه التشريح ما كاينش سدوديو الكربون داخله للذات ديالو التنفس ديالو كايناش، هو ميت قبل ما يتحرق وعاد تحرق. تما ما خرج التشريح بحال هكا. البوليس عضو في لبنى واكثر هي مراته، عضو حتى في مراته واخا هي طلبت التشريح. المهم عادين في مراته في ديك لبنى. ولي مراته واحد النهار جات عند البوليس قالت لي ما ودي راه جاتني واحد سميتو كيما نقولوا برا جاتني، قالوا لي هاد البرا. المهم جاب لي واحد السيد اللي هو فاكتور
وجاب الباب وعطاه الكونشي طلع عليا، كونشياج طلع عليا، قال لي من جيت نقرا البرا السا كتقول لي انا العاشقه ديال راجلك، وانا راجلك كنت كنقول ليه تفرق على لبنى، حكا انا كنت كنعشقو، كنقول ليه تفرق على لبنى، واللي هو ما سمعش الكلام مني وما عييت معاه وما بغاش يتفرق عليها، ومن شتو ما بغاش يتفرق عليها حكا انا كنت كنبغيه وكنحبه، ما بغاش يتفرق عليها قررت بينا ننهي الحياة ديالو، وانا اللي قتلته، اما لبنى ما عندها حتى علاقه بالقتل ولا نتيا عندك علاقه بالقتل، انا اللي قتلته. المهم جاب ديك البرا للبوليس، ولي البوليس بقاو كيشوفوا في البرا وكيقراو فيها، وقالوا هاد البرا ما تكون عالو بنا هي اللي مخطه هاد التخطيط، هي اللي مخطه هاد البرا دير ليه بحال هكا وتكتبها بحال هكا، فهمتي. المهم جابوا لبنى عيطوا لها الكوميساريه، وجابوا تا اللي هو كيقول اللي خوها اللي كتقول هبيل، ولا ماشي هبيل كتقولي بعقلو، خاطر بعض الخطرات كيتغيب على عقلو داكشي. جابوه وسولوه البوليس، قالوا ليه انت سميتك؟ قال لهم محمد. قالوا ليه لا عندك سميه اخرى؟ قال لهم لا سميتي احمد. وجبد لاكارت بينا هو في لاكارت محطوط سميتو احمد. قالوا ليه انت خو لبنى؟ قال لهم لا انا راجلها، انا ماشي خوها، انا راجلها. متزوج بلبنى وهادوك ولادي، على الولاد اللي كتقول ولاد اختي. السيد عاد كيقول البوليس داخو، حك البوليس باش داخو حك هاد القضيه، حكاتها ليهم، قالت لهم انا هادوك ولاد اختي وهداك خويا وهبيل، كيما حكات سميتو البوغلان. قالوا ليها شوفي انت سميتك لبنى؟ قالت لهم واللي من مشاو للدار اللي هي ساكنه فيها صابوا لبنى ساكنه في هذيك الدار، ساكنه معاهم في هذيك الدار وباقا صغيره، هي سميتها غيته، وقالت لهم لبنى. قالوا لي كيفاش تي سميتك غيته وقايله البغلال لبنى؟ قالت لي لا انا قايله البغلال سميتي غيته، وقايله لي بين هذا ولادي وهذا راجلي، وقايله لي بنا غتفارق انت مع المراه ديالك، غنطلب انا الطلاق وغادي نتزوجوا. قالوا لا هذا ماشي الهضره اللي كنتي قلتي فمك، انا حنا بروحنا ما كنعيطوا لك، كنتي كتقولوا ولاد اختي هذاك خويا. قالوا للراجل مرتك هذاك بوغلال اللي كان يجي عندك، قالوا واش كان يجي عندك؟ قال لي بوغلال كنعرفو. قال لي كيفاش كتعرفو؟ قال لي المراه ديالي جات حك هي خدامه ممرضه في واحد كلينيك عند واحد الطبيب، خدامه في ممرضه، وجات عندي قالت لي واحد كيتعالج وعنده مسكين بزاف الامراض وحياته منتهيه، هكا لقيت في سويعاتو هادي، وانا كنحن فيه، ورانا غادي خطره يجي معايا هنا للدار باش نواسيه وباش نفوجو عليه وداكشي. فعلا كان يجي عندي للدار، وكان عرفتي كيعز ولادي مزيان، كان يعز بنتي وولدي مزيان، وكيجي يشري لهم الملابس وكيشري لهم اي حاجه اللي بغاو ولادي كيشري لهم. وانا نيت كان يدوي معايا باحترام وباداب وكل شيء، وقلت لها مرحبا، قالت لي راه مريض وحياته منتهيه اليوم ولا غدا، وراه مسكين كان سويعته. حنيت فيه انا، قالوا لي لا بوغلان راه كان العاشق ديال مرتك، ومرتك كانت العاشقه ديال بوغلان. قالوا ليه انت راه كنتي في دار غفلون. المهم بقاو يضغطوا على لبنى، ولي لبنى كتقول لهم اولا غيته، هي سميتها غيته. المهم بقاو يضغطوا على غيته، واللي والو ما بغات تعترف ليهم، كيرجعوا مداوله من تقدمت المحكمه، كيرجعوا المداوله وكيجيبوها من كتسالي المداوله اللي هي ملي عطاو 20 يوم او شهر، واللي هي مصممه ما قتلتوش.
الحال اش قالت للقاضي، قالت لهم انا نقدر ما قتلتوش، ويلي يقدر راجلي عاق بيا، بينا راه العاشقه ديالو انا، ويقدر راجلي اللي يكون قتله، يقدر راجلي اللي يكون قتله، راجلي يكون قتله. فعلا راجل كبحثوا معاه وقال لهم انا ما عندي حتى علاقه مع داك الراجل، انا كنت نعرفو بين راجل مريض كتحن فيه وتا انا حنيت فيه وما قتلتوش. بقات غيته اللي هي دايره لي سميت لبنى مزيف، وهي سميتها غيته، بقات في الحبس. واللي كما قلت لك البنت والولد كانوا ولادها، البنت كانت عندها 17 سنه، طالعه في 18 سنه، كانت كتمشي عندها تزورها في الحبس. غيته كانت كطيح وكدير لهم انهار عصبي، زعما مع السباق من تشدت في الحبس وداك الشيء عندها عصب. كان يعرضوها على طبيب في الحبس، والطبيب كان يعطيها واحد الفنيد اللي هو ديال الاكتئاب، كانوا كل نهار كيعطيوها حبه في الحبس باش تشربها، اولا يومين يعطيوها حبه تشربها باش كيما نقولوا تقلب وتنعس ما تبقاش مصدعه. المهم ديك الحبه من كان يعطيوها لها في الدم ما كانتش كتشربها، كانت تخبيها، ومن كتجي عندها بنتها للزياره كتعطيها هذيك الحبه وتقول لها خبيها حتى يجي الوقت اللي غنقول لك اشنو ديري بها. البنت كانت كدير ديك الحبه وتخزنها، اللي هي كانوا عاطينا واحد مرجعينا مداوله ما عرفت شي 3 شهور ولا شنو هو. هذيك الايام كلها كتعطي ديك الحبه لبنتها فين ما جات. واحد النهار قالت لبنتها هذوك الحبات راه حق وقت استعمال ديالهم. هذاك النهار جات الشبره للبوليس، بينا انا احمد راجل غيته، وانا اللي قتل داك النصراني حققت به مع مرتي، واليوم ما غتلحقوا لعندي تلقاوني درت شنقت راسي، درت نهايه لحياتي. البوليس كيما خادوا البرا كيما عطاها لهم شي عسكري اللي كان واقف في الباب اولا شي واحد اللي كان واقف قدام الكوميساريه خدام تما في الكوميساريه شاوش ولا شنو، كيما عطاها لهم كيما مشاو على وجه السرعه للبيت والدار ديال غيته اللي هي دار احمد. لحقوا دقوا حل، خرج الولد والبنت كيبكيو، فين باكم؟ قالوا با يلاه هزاتو لابيلانس داتو السبيطار. مالو؟ قال لهم با كشكشو خارجه ما عرفت مالو. مشاو البوليس يجريو للسبيطار اللي مشى عليه السيد اللي هو احمد. من دخلوا على الطبيب قال لهم كاين شي حاجه اللي هي مسمومه، ودابا راه ما غادش يقدر يهضر معاكم دابا، ما غادش يقدر ينطق معاكم دابا. المهم رجعوا للبنت والولد كيسولوهم كيفاش باكم نتا مرض هكا، وكيفاش باكم واش عند من كال، كيفاش تكال، واش كال. البنت بهوضه وكتشوف فيهم، والولد كذاك ومثل. البوليس قالوا الولاد واخا البنت عندها 17 سنه طالعه في 18 يقدر الراجل كل شي حاجه برا سماتو يقدر. المهم رجعوا للسبيطار وقالوا للطبيب بغينا نشوفوه. قال لهم الطبيب من هنا لواحد يومين 3 ايام الا هو فاق غادي ندخلكم عندهم، دخلوا عندكم باش تهضروا معاه. الا هو توفى ما عندي ما ندير لكم، لحقاش الراجل راه في غيبوبه دابا ما غاديش يهضر معاكم. المهم الراجل داروا لي غسيل المعده واهتموا به الطباء، والراجل رجع شويه فاق من الغيبوبه. والطبيب اتصل بالبوليس وجاو عنده ودخلوا عنده، قالوا ليه كيفاش قتلتي الراجل النصراني، كيفاش قتلتيه؟ قال لي مش من النصراني قتلت. قالوا لي انت مصيفط برا معترف بها بين قتلتي النصراني وغتدير نهايه لحياتك. قال لهم انا مصيفط برا قتلت نصراني. قالوا له واش انت كتفل علينا؟ قال لي ما ودي انا ما. وكيفاش؟ قال لي انت كنتي باغا تقتل راسك. قال لي ما كنتش باغا نقتل راسي، انا قال لي جيت من الخدمه دخلت ما جيت لديك الربعه، دخلت للدار ديالي جابت لي بنتي واحد العصير
وجابت لي واحد الكيكه مصايبه كما نقولوا كاطو او كيكه صوبه. خديت طريف من هذاك الكاطو وخديت كاس تاع العصير كليتهم، واللي من كليتهم ما تليتش عقلت على راسي، يلا كليتهم وساليتهم ما تليتش عقلت على راسي، اللي تلقيت راسي هنا في السبيطار ما عقلتش على راسي. هادو هما الاخرين اللي كلت فيه. على البوليس مشاو للبنت، ومع البنت باقا صغيره كما قلت لكم عندها 17 طالعه في 18. البنت كيما ضغطوا عليها وخرجوا في عينيها، خرجوا عينيهم البوليس فيها، وبدا كيما نهضوا فيها قالت لهم غنقول لكم كلشي. اشنو؟ قالت لهم امي فاش كنمشي نزورها في الحبس، امي عزيزه عليا، فين ما مشيت عند الحبس كتبقى تبكي عليا، كتبقى تقول لي بوك قتل وانا غنتقدم فيها نمشي للحبس. واخر الحال عاد كتعطيني واحد الفانيده وكتقول لي خبيهم تنوريك اش ديري بهم. وهذاك النهار اللي مشيت عندها قالت لي شوفي هذيك الفانيده بوك من يخرج مع الربعه من الخدمه يسبك مجده ليه الكاطو ومجده ليك شي كاس العصير، غدوقي دوك الفانيدات كلهم وعاد تخلطين في الكيك مع البيض ومع داكشي، وغتصاوبي ديك الكاطو ولا كيكه وغادي تصايبي لي واحد كاس العصير وتعطيهم ليه باش باك يدوخ يتقلب بهذاك الفانيد اللي عطيتك ويدوخ ويعترف ليهم. شوف الخطه اللي دارت هاد العفريته باش يدوخ ويعترف بكل شيء اللي داير. وهذيك الساعه باك غادي تشد ونخرج انايا، ربك بنتي اللي قاتل. زايد كانت تعمر لي راسي كاع هاد الايام تمشي تقول يا بو قاتل وانايا تقدمت فيها وتبقى تبكي عليا وتعاطفت معها، راه امي وعزيزه عليا، حيت انا امي كانت عزيزه عليا وكنت مقربه منها بزاف. المهم البوليس هذيك الساعه مشاو الغيطه اللي هي كنسميها راسها لبنى، والبنت هي تشدات، البنت تشدات وكانت هي في الاصلاحيه. المهم كانت مشدوده بالاصلاحيه. البو اللي هو احمد اللي هو راجل غيطه او لبنى حك هي مسميه راسها جوج سميات، خرج من السبيطار وكان بنته تحكم عليها ب3 سنين. احمد دار التنازل لبنته وخفوا عليها الحكم، كان استانف ودار التنازل لبنته وخفوا عليها الحكم وبقى عندها عام، دوز عام تاع الحبس. اما الام اللي هي سميتها غيتا حكمت الحكام الاول ب20 سنه على النصراني اللي قتلت. اما الحكم الثاني محاوله قتل راجلها تحكمت عليها ب10 سنوات، هي 30 سنه. استانفات قالت المحامي بغيت نستانف، هذا الحكم قاصح عليا وانا ما دايره والو. حك هي ما اعترفتش وقالت لي مش قاتله النصراني، وتا راجله قالت لهم هذا الشيء ما عمرني قلت لبنتي وهذا الشيء ما عمري اتفقت مع هذا الشيء. استنفات ولي المحكمه حك المحامي قال لي بلا ما تستنفي رضي بالحكم ديالك وبلا ما تستنفي، وهي قالت لي لا خصني نستنف. المحامي ديالها استنفت ومن 30 سنه عاد زادتها 6 سنين 6 سنوات، عادت عندها 36 سنه اللي خاصها تدوز في الحبس. شوفوا هذه كيفاش خطات ومجوجه وتجيب العاشق بعد الراجل، والعاشق اللي هو نصراني قالبه لي دماغه وقالت لي هذاك راه خويا ومخردل وما ديش على هضرته، تعنقنيش قدامه راه تجيه الغيره، ما تقولش يا حبيبتي قدامه راه تجيه الغيره، باش الراجل ما ينتبهش. الولاد هما ولادها وردتهم ولاد ختها، وردت بينا ميته ليها خت وبينا مخليه ليها ولادها وهي اللي كبرتهم وهي اللي تهلات فيهم. شوفوا الخطه كيفاش دايره، خطه جهنميه. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف كاين بعض العينات او لا بعض انا ما نعممش، بعض الرجاله او بعض العيالات اللي كتقول الشيطان نوض خليني نجلس في بلاصتك،
الله يعمل ربي يلطف بينا وبوليداتنا وبوليدات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. هذه قضية اليوم، إن شاء الله نجيكم في قضايا أخرى إلا كان في العمر باقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.